يعني ايه كلمه كونديشنال بروبابيلتي؟ يعني انا بختار احتمال بس بشرط معين. يعني هقول لك مثلا ان انا عايز ارمي دايس. طيب الدايس ديت عايز ان انا اختار يكون فيها ايفن نمبر بس بشرط ان هو يكون برايم. خدت بالك؟ يبقى كلمه كونديشنال دوت يعني انا هحط كونديشن او هحط شرط في الحاجه اللي انا هختارها. طيب عشان ما اطولش عليك، احنا موضوع الكونديشنال دوت احنا عملنا له سيمبل كتبناه كده A كونديشنال B. بص يبقى دي كده هقراها ازاي؟ هقراها بروبابيلتي A كونديشنال B. يعني ايه كونديشنال B؟ يعني انا هختار حاجه بس بشرط ان البي تكون موجوده. هختار الاي بس بشرط البي. البي بقى هي ايه والاي هي ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه في الاكسرسايز. طب ايه الرول بتاع البروبابيلتي A كونديشنال B؟ الاي كونديشنال B الرول بتاعها عباره عن الانترسكشن اللي ما بين الحاجتين. يعني ايه انترسكشن بي اوفر البي دي بقى هي مين؟ البي ديت الحاجه الثانيه اللي انت عايزها. طب هل هي هتفرق البي كونديشنال ايه من الاي كونديشنال بي؟ هتفرق جدا. ليه؟ لان انا لو طلبت منك ان انا عايز البروبابيلتي بي كونديشنال ايه، بص بقى انا هقول ايه؟ الرول بتاعنا هيبقى البروبابيلتي ايه انترسكشن البي بس اوفر الحرف الثاني اللي عندك هنا مين؟ الايه، يبقى اوفر بروبابيلتي ايه. يبقى خلي بالك، يبقى معنى كده استفدنا من هنا استفاده. ايه الاستفاده اللي استفدناها؟ ان البروبابيلتي ايه كونديشنال بي نوت ايكوال بروبابيلتي بي كونديشنال ايه. دي حاجه ودي حاجه.